الجزائر في هذه الالعاب حتى اذا كانت كاينه اخفاقات، ولكنني نشوف فيها يعني في نهايه المطاف راح تكون رائده الدول العربيه بالنسبه للميداليات. شكرا. كملت. نعم. شكرا. بالنسبه للوبيينغ او النفوذ، الفكره ليست في التحرك للحصول على ميداليات، وانما الفكره في الدفاع عن مصالح البلاد والجزائريين الرياضيين. يجب نروحوا للهجوم، ما نكتفوش بالدفاع. حتى الضربه كي تجي الضربه كيهبطك، يعني لازم الواحد يكون نبدلوا الاستراتيجيه وقادرين. الجزائر قادره دير شبكه نفوذ عبر العالم في افريقيا. كنا واحد الوقت يعني لبس بينا في فرنسا. حان الوقت لإعادة ما كنا نملكه. للأسف يعني ضعفنا شوية في إفريقيا وفي حتى في أوروبا، في فرنسا بصراحة منذ بداية الإرهاب وما تلاها، لأنه ضعفنا. كنا في وضع مأساوي كنا عايشين. كاين عندنا ناس في إفريقيا في أوروبا نافذين، يجب العمل معهم والتنسيق معهم إلى أقصى حد من أجل مصالح البلاد ومصالح الجزائريين. نتكلموا حاليا على الدبلوماسيه الرياضيه. كلمه فقط. لا اتحدث عن النفوذ في القطاع الرياضي، النفوذ كل شيء، في السياسي، في الاقتصادي، في الهيئات الدوليه، في الدول المستهدفه من طرفنا. تقاليد الجزائر معروفه عكس الدول اللي تحفرنا، عكس الاعداء تاعنا، عكس البلدان اللي تكيد لنا كيدا. الجزائر ما تغش، ما عندهاش الغش وطرافيك وتشري المقابلات وتشري الحكام وتشري. هذه معروفه، هذه ما كانتش في التقاليد تاعنا باذن الله ما تكونش. لكن انا لا اوافق الفكره تاع ما كاش لوبينغ. لا، اللوبينغ هذا يسامبوز. كي نقولوا لوبينغ، كاين لو لوبينغ بوزيتيف اللي رانا نديروا فيه في هذه الاونه الاخيره ولازم نديروه اكثر، وانا اوافقك في هذه الفكره. وكاين اللوبينغ النيجاتيف هذاك تاع الشيطانه وتصفيه الحسابات والحفير وكذا ولي كومبلو والمؤامرات. هذا بطبيعه الحال، هذا الاخلاق تاعنا والتقاليد تاعنا والمبادئ تاعنا ما تسمحناش. يعني لو كان نريحوا ما نديروش هذا اللوبينغ بوزيتيف، لازم نديروه اكثر من اللي رانا نديروه، ليس للغش والترافيك وباش نتحصلوا على حاجه كوم ميريت با. لا، حتى تكون الفكره واضحه، لكن حتى ما نتحقروش وما يدوناش حقنا وما يظلموناش وما نكونوش ضعاف، لازم نكونوا اقوياء. تفضل. نعرفوا كذلك انه الجزائر هناك حمله موجهه ضدها في كل مجالات الرياضيه. ما يحدث داخل الاتحاد الافريقي وما يتعرض له المنتخب الوطني او ما تتعرض له الجزائر في كل محاولاتها لاستضافه حدث قاري، فهذا ليس بالامر العادي. ما يحدث ضد إيمان خليف ليس بالأمر العادي، وبالتالي هنا من الضروري للجزائر أن تفعل دبلوماسيتها الرياضية وأن تكون دبلوماسية استباقية نشطة وهجومية لضمان مصالح الجزائر، سواء في الاتحاد الإفريقي، سواء في إفريقيا أو في العالم ككل، حتى في اللجنة الأولمبية أو حتى في الاتحادات الدولية للرياضات. شفنا في الدقيقة حفيظ يعني في كرة القدم مثلا، نبقاو في القطاع الرياضي، شفنا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعني كانوا أعمال كثيرة ضد الجزائر لما ترشحت لتنظيم مباريات كأس إفريقيا مثلا، وتم تفضيل بلد آخر بسبب وجود نفوذ لهذا البلد هناك. في الجزائر كاين شخصيات رياضيه وغير رياضيه اللي عندها نفوذ في افريقيا، نفوذ في فرنسا. لا اريد ان اذكر اسماء، ولكن لا باس من ذكر مثلا واحد كما السيد روروه كان عنده علاقات في الدول العربيه وفي افريقيا. السيد براف عنده علاقات في افريقيا. اخرين ايضا يجب